برج العقرب. حبايبي برج العقرب، هتكلم معاكم عن مرحلة كده، فترة يحدث فيها أمرين هامين جدا، وتبعات تلك الأمور اللي هتحدث خطيرة جدا. هتنفرد بحياتك، وفي مشاعر هتتفضح. كلمة مشاعر هتتفضح يعني اللي جواك واللي جوا الناس اللي حواليك هتبدأ تظهر. من الممكن أن تنشأ مواجهات، من الممكن أن تنهي الآهات اللي عشت عليها فترات. هتكلم معاكم بالتفصيل عن تلك المرحلة التي يحدث فيها توزيعة كوكبية نادرة الحدوث، منهم حدوث انتقال لكوكب بيحدث كل 20 عام. تخيلوا تلك الفترة المزدحمة التي يحدث فيها المستجدات، وزي ما قلت البعض منكم تلك المستجدات اللي هيحدثها هينهي بيها الآهات. هتكلم معاكم بالتفصيل عن تلك المرحلة، لكن تنويه كده، الناس اللي بتتابعنا عن طريق الفيديوهات المقترحة ولسه داخل على القناة جديد، يا سيدي اشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. انت لو حابب ان انت تشوفنا تاني او عايز تعرف الحقيقة اللي عايز قراءة خاصة، بعمل القراءة مكالمة مباشرة ساعة 2 3، بعرفك كل شيء، مش بحدد لك وقت، ومش بسيبك الا لما تعرف كل حاجة عن شريك الحياة او عن نفسك او عن حياتك القادمة، ودي امانة. يعني استحالة اقول لك حاجة على شريك الحياة او اي شخص الا لما تكون حقيقة، واسألوا الناس اللي جربت. اللي عايز قراءة يتواصل على رقم الوصف كاتبه على الشاشة وكاتبه على عنوان الحلقة، ونبدأ في حلقة هامة لحبايبي برج العقرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برج العقرب الفترة من 19 إلى يوم 24 شهر يناير 2024. ونقول كده إيه الحكاية. خلال الفترة في تحركات للقمر وتحركات للكواكب، الشمس وبلوتو وأيضا الزهرة إلى جانب القمر. 6 تحركات هامة جدا، تخيلوا في أسبوع، يعني في 5 أيام تقريبا. أولا القمر ينتقل إلى بيتك السابع، وهنا بداية انفراد بحياتك. بيتك السابع الذي يمثل لك بيت الزواج والشراكات يوم 18 و 19. بعدها القمر ينتقل إلى بيتك الثامن، بيت الغموض. شوف الترتيب. بعدها القمر ينتقل إلى أفضل البيوت، إلى بيتك التاسع، بيت الحظ الكبير وبيت التغيير للأفضل. ده بالنسبة لتحركات القمر. تعال نشوف تحركات الكواكب كده. يوم 21 الشمس تنتقل إلى بيتك الرابع، برج الدلو. يوم 21 أيضا ينتقل بلوتو، والتحرك المنتظر، تحرك خطير، دي اللي هتفضح المشاعر. وانتقاله أيضا إلى نفس البيت ل20 سنة قادمة. الزهرة في الأخير تنتقل إلى برج الجدي، بيتك الثالث، وده بيت في تصالحات وعودة لبعض العلاقات خلال تلك المرحلة. ناخدها كده جزء ونشرح بالتفصيل، ونقول من يوم 18. من يوم 18 و 19 القمر في برج الثور، بيتك السابع. هنا في انفراد كبير جدا يحدث مع الكثيرين. انفراد بحياتك، ممكن قرار حاسم بالنسبة لعلاقة عاطفية، ابتعاد وانفصال، فترة لن ترضى أن تعيش في مرار. يعني اللي عنده مشكلة خلال المرحلة، مرحلة عصيبة على من معك مش عليك، لأنك ستكون ممكن صريح وقاسي، لأنك من جواك مش ناسي اللي اتعامل معاك من شخص أذاك. هي فترة يظهر فيها قرارات بالانفراد، ومرحلة حساسة جدا بالنسبة للعلاقات العاطفية وأيضا شراكات العمل، لكن أنت الأكثر حظا بالنسبة للعمل. يعني الفترة تشهد على انفراجة في العمل. قرارات حاسمة من الممكن أن تحدث خاصة مع العلاقات العاطفية خلال تلك المرحلة. القمر ينتقل يوم 20/21 إلى برج الجوزاء، وأيضا يوم 21 تنتقل الشمس إلى برج الدلو، وأيضا يوم 21 ينتقل بلوتو إلى برج الدلو ل20 سنة قادمة. طيب القمر الأول ينتقل إلى برج الجوزاء. شوف التوليفة الكوكبية اللي هتخلي في فضايح في المشاعر، فضايح في اكتشاف أسرار لناس حواليك. الأمور هتساعدك إنك هتعرف أي شيء كان عنك مخفي،
ايضا الناس اللي حواليك ممكن هتواجههم بمشاعرك وكل شيء هيبقى واضح بالنسبة ليهم. ممكن هتبقى في مواجهة شرسة منك اتجاه البعض. المشاعر هتتفضح والاختيارات هتتضح. القمر في بيتك الثامن هو بيت من البيوت الصعبة جدا التي تمثل لك الغموض وتمثل لك اكتشاف ما كان في طي الكتمان، وأيضا اكتشاف أنك لن تستطيع أن تسير في طريق صعب. لو أنت حاليا بتسير في طريق صعب، دي طاقة. فهذا البيت يمثل التغييرات الغير متوقعة، المشاكل، الحزن، القلق، الألم، شعور الوحدة، المشاكل المالية. بانتقال القمر إلى هذا البيت يكشف لك أسباب تلك الأمور. فهمتوا ليه الدنيا هتبقى ماشية معاكم ببداية؟ هتعرفوا أمور هتنفضح قدامكم، لأن القمر بيسلط الضوء على الحل لتلك الأمور العصيبة اللي في حياتك، وفترة حساسة جدا. بداية من 21 وبداية التمركز للشمس وبلوتو في بيتك الرابع. طبعا احنا قلنا ان بلوتو هيستمر ل20 سنة قادمة. بهذا التحرك يحدث مع الكثيرين بداية الانفرادة الحقيقية لحياته، واستقلال كبير جدا يحدث خاصة مع من هم مقربين لك. بلوتو يأتي حتى يهدم ويبني، وأنا قلت الكلام ده قبل كده. فترة يحدث فيها انتقال كبير، فترة يحدث فيها نقلة نوعية في أمورك، خاصة أن القمر هيكون في نفس اليوم متواجد في بيتك الثامن، بيت الغموض وبيت اكتشاف الأمور السيئة. فلن تكون متهاون في حق نفسك، ولن تستطيع أن تمنع مشاعرك إنها تتخذ قرارات مهمة. فما هو بداخلك في العقل الباطن خلال تلك المرحلة سيترجم لأفعال، أو هتترجمه لأفعال حتى تصل إلى الهدوء النفسي. طبعا أكثر الناس اللي هتتعرض لهم الناس المتعبة أو الناس اللي عندهم مشاكل في حياتهم. فترة حساسة جدا، لكن الزهرة يوم 23 يأتي حتى يعني يهدئ تلك الأمور والأمواج المتلاطمة والعواصف التي ستحدث، وينتقل إلى بيتك الثالث، وبيت بالنسبة لك يحمل لك الخير. والزهرة تأتي بالمصالحات وبالتوصيات، وبمرحلة يحدث معك انفراجة في بعض المشاكل، وأيضا المرحلة ستكون أنت الأكثر حظا في وقوع الاختيار عليك، وتبدأ نوعا ما راحة. عشان كده بتكلم عنها في فترة تحديد مصير عند الكثيرين. هعيد تاني الناس اللي بتتابعنا عن طريق الفيديوهات المقترحة ولسه داخل على القناة جديد، اشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. انت لو حابب ان انت تشوفنا وتشوف الحقيقة. اللي عايز قراءة خاصة بعمل قراءة مكالمة مباشرة الساعة 2-3، بعرفك كل شيء عن حياتك، السنوات القادمة، السنوات الأكثر حظا، الأقل حظا، كل شيء. اللي عايز قراءة يتواصل على الرقم وسط كاتبه على الشاشة وكاتبه على عنوان الحلقة. يا رب كده حبايبي بر جل أقرب جمال أمراك تكون بأمن وأمان. سلام عليكم.